المفروض ما يخشش انتخابات تاني كرامة ليه. ده الدول المتحضرة. المشير عبد الفتاح السيسي شال حبل المشنقة من على رقبتك ومن على رقبتي وحطه على رقبته عشان يديك ويديك. حضراتكم تعرفوا مشروع الشرق الاوسط الجديد اللي هو يسموه الربيع العربي، اللي لعبت عليه كولتنيزا رايس اللي هي الست السوداء العفشه دي، وبدات العراق وجاء موضوع الكويت والعراق، وجاء بعد كده موضوع ايران والعراق، وجاء بعد كده سوريا، وقال لك اخر المطاف هنحل مصر. هم فاكرين ان مصر عظمتها مصريه، لا، مصر دايما ام ولاده، وفي ساعه الحسم بتولد قائد، يبقى قائد رابع من لدى مصر. ارجعوا نقول للناس ترجع للتاريخ وتقرا وتشوف ان في كل لحظه بيتولد قائد، وهو التاريخ كله عباره عن ايه؟ عن بعض نقاط، ولكن في بعض النقاط تستوقفنا ان نقف عندها ونديها تحيه، زي موقف عبد الفتاح السيسي اللي اتخذه وخلع اكبر جماعه ارهابيه في العالم. احنا في مصر من 1882 مرورا ب 52 و67 و73 اعظم دول حاربناها 3 دول. المشير عبد الفتاح السيسي في عهده ابن مصر الجار حاربنا اكثر من 85 دولة. يبقى الراجل اللي ليه عليا جميل ما احفظهوش واشيله فوق دماغي، اشيله فوق دماغي. الراجل كان ينقع عن جميع المناصب، وكلنا في راينا كده ان اللي حققه عبد الفتاح السيسي وهو وزير الدفاع لم يحققه اي رئيس في العالم كله. فهو نزل الانتخابات نزولا لاراده الشعب علشانك وعلشانك. كل واحد في كل بيت يحس اولاده، يحس مراته، يحس بنته ينزلوا باي شكل من الاشكال. مصر لما ضاعت رجعت فينا مش هنسيبها ولا نرجع لورا تاني ابدا مهما كلفنا الامر من جهد، لان احنا عاهدنا الاجيال اللي فاتت وماتت واستشهدت ودفعت الدم غالي وما زلنا بندفع الدم غالي، وقالوا لنا استلموا الشعلة دي مليانه دماء شهداء واحنا هنسلمها للاجيال اللي جايه بنفس الدماء لكي يحافظ عليها الجديد. بوجه بيتين شعر لكل ابن في مصر وكل ابن في مصر. ابنك بخير يا وطن راهن عليه، هتلاقي بكره بيبتسم من نور عينيه، يبعد ساعات يحزن ساعات يكسر بكل الذكريات، لكنه لحظة صرختك عمرك ما هنت في يوم عليه. جلدل بحبك في الفضاء تلقى الولاد لب جدا، افرد جناح هتضمهم، رجع ولادك عشهم، اول ما تجمع شملهم يرجع لك الحب ومضيق. طرح ولاد طرح الوطن هو الشباب. يا حسن، اما لو ابنه في ليله غاب يحتاج لايده تسكته ويشتاق لمجده وجدته، وان شاف عيونه يسعده فيها الحنان اليه. وطنك بخير طول ما انت حي، جواك اذاعه بكره جاي، راكب ريح المستحيل لا يهمه نار ولا ريح ولا ليل، حالف يكون الارض نيل ويرجع
ورجع الزرع الوديد. وطنك ابوك، وطنك ابوك طول عمره يا ابني بيفتخر، وإياك بإيدك ينكسر، وإياك تحاسب بذنب ناس ملهوش معنى أو أساس. خلي الذهب في عينيك نحاس علشان تفرط أنت فيه. قم يا وطن وافتح بيبانك كلها، قم يا وطن رجع طيورك عشها. حلف بروحها تفتديك وفوق جراحها تعدي ليك، جايبه الشمس تزرع رديك وإياك تبكي في يوم عينيك. ابنك بخير يا وطن، ابنك بخير يا وطن. شكرا لقرية الأبواب وشكرا لشبابها. انتوا 60,000 60,000 يعني حاجة كبيرة. اوعى حد يتهاون فيكم. نتمنى ان شكل الانتخابات كل شباب قرية الوطن وكل شباب مصر نازل، ونوعدكم ان شاء الله هنيجي برضك ونعمل بعضنا بفوز الشيخي. شكرا لكم. والآن معتمد الأستاذة سامية الدين أمينة المرأة محمد كمل جميلة. السلام عليكم. احنا بنشكر اهل القريه على استضافتهم معانا، واحنا بقى طبعا احنا مش شايفين مرأة خالص عندكم موجوده، فاحنا كنا بنتمنى ان المرأة تبقى موجوده عشان تعرف برضه تمثلها، لان المرأة مش في المجتمع، فالمفروض كانت المرأة تبقى موجوده معانا. المرأة نصف المجتمع، فاحنا عايزين ننهض بالمرأة والشباب بتوع القرية. انا مش شايفة شباب موجود كتير. لا دول شباب القرية، دول المحقولة بس شباب القرية. يوم الانتخاب كله لا كان المفروض كمان يبقوا معانا عشان يبقوا معانا بكل حاجة ان شاء الله. اهم حاجة نساء القرية عايزين العدد اكتر من كده بكتير، ويبقى احنا نشوف حس ان شاء الله يوم الانتخابات، والشاكرين على قد القرية يا رب. يا جماعة أنا بقول للناس اللي بيمثلوا المرأة معانا في الحزب، بنقول لهم اللي عايز يتفرج على المرأة الرجالية صحيح يجي يتفرج يوم الانتخابات بلجنة الأدوار. لجنة الأدوار ما بيقل الأصوات فيها ما بتقلش عن 3%. فعايزين تشوفوا صور وتشوفوا التلفزيون وتيجوا تتفرجوا. إنما احنا هنا الأعداد عندنا في الست دلوقتي جاية بالغير تعبانة، وفي ناس ما بيجوش. ليه؟ لأن احنا هنا عندنا في العالم ما بيطلعش بالليل، ما بيطلعش الناس القريبين منها. فاللي عايز يتفرج صحيح مش النهارده، عايز يتفرج على الحريم يتفرج يوم الانتخابات. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برحب الاول بالساده الضيوف الافاضل اخواتنا الكبار اللي هم بيقدروا يوصلوا صوتنا للناس واللي فوق، ومراعين لظروفنا. وبقول مقوله كنا بناخدها زمان في الابتدائي: في الاتحاد قوه. هذا هو الوقت كي نتحد جميعا خلف رجل واحد، لان مصر فعلا في ازمه، بلدنا فعلا في ازمه. وبرحب الاول بالاستاذ بشاره شوقي ضيوفنا الاعزاء، والاستاذ عبده كامل شبيب، الاستاذ رائد رؤوف شماندي ائتلاف الشباب المصري
الاستاذ مجدي عبد الرحمن، الاستاذه سميه الدين، الاستاذه ميرفت ابو عبده، الاستاذ حسن ابراهيم، الاستاذ احمد المليك، كلهم ضيوفنا وعلى راسنا. بس عايز اعرف ضيوفنا حاجه، ان قريه الرضوان رسميا بالاوراق والمستندات 98% نسبه التصويت بنعم في الاستفتاء، نسبه 68% حضور في الانتخابات. دي بالمستندات الرسميه. ما يغركمش منظر الحدود. احنا في موسم، احنا قريه ريفيه في موسم زراعه الرز. اغلب الناس حاليا جميعا كله مدور مكان ارضه وفي الاراضي، لان قريه الرضوان والقرى المجاوره لها هي اللي جعلت محافظه بورسعيد محافظه زراعيه. فانا بدي خلفيه للساده الحضور في المستندات الرسميه ان نسبه الحضور والتصويت بنعم في الاستفتاء 98% ونسبه الحضور 68%، ولكن القريه بتعاني